احنا السي بي سي، ده الشعار الجديد بتاع السي بي سي. مساء الخير على كل مشاهدي سي بي سي واللي بيشوفوا الستات ما يعرفوش يكذبوا. ومساء الخير يا مفيده. يا مساء الفل والجمال لكل مشاهدي السي بي سي والستات ما يعرفوش يكذبوا، ومواضيع جديده. احنا ما اتغيرناش، كل مواضيعنا زي كل يوم وزي ما احنا متعودين دايما. بس بالنسبه للموضوع احنا ده عاجبني، لانه مش احنا يعني احنا حد يعني فيها نوع من الكبر او التعالي، لكن احنا دي فيها حميميه، فيها جماعه بتشتغل مع بعض، في مجموعه بتشتغل مع بعض بحب والفه، وما ينفعش نقول انا، نقول احنا. وبرده مش مشكله ان احنا برده نتنك شويه. يعني عمر ما كان التناكه عيب والله، يعني لمن يستحقه. يعني يكون ثقه. طبعا في شعره بين الثقه والغرور. احنا لا بلاش، احنا مختلفين يعني الحمد لله. الحمد لله. نتمنى كده النجاح على طول دايما يا رب، والتجديد على طول. زي ما بتقول مفيده، النهارده الاثنين بيبقى معانا دكتور نبيل قط، استشاري الطب النفسي، بنتكلم في موضوع يهمكم ويمكن بعضكم طرحوا على التليفونات. بس خلينا نبدا بالاول. القاهره للأسف تتصدر القائمة نمرة 3، هي في قائمة المدن الأكثر ضوضاء في العالم بعد الصين والهند. ده الاندبندنت يعني طبعا البريطانية، صحيفة بريطانية مهمة، ودي حاجة انترناشونال. يعني أنا اتفاجئت بالخبر. احنا ثالث دولة في نسبة الضوضاء، من أعلى الدول ضوضاء في العالم. والضوضاء هنا يعني مش بس كلاكسات وتليفونات، لكن ممكن تبقى انوار، عربيات، احنا وصوتنا عالي، دخان، بنتكلم وبنتحاور بصوت عالي، وكل حاجه عندنا فيها كده كل حاجه كتير. كل حاجه فيها مبالغه. بعد كده بتيجي تركيا واسبانيا والمكسيك وباريس والارجنتين. اما العكس بقى، اهدى مدن العالم، فقالوا ان زيورخ في سويسرا من اهدى مدن العالم، فيينا في النمسا، اوسلو في النرويج، وميونخ في المانيا من اهدى 4 مدن في العالم. انا عايزه اكون اكثر المدن ضوضاء ولا اكثر المدن هدوء؟ بتبقى ممله. ليه؟ دي ليالي الانس في فيينا. لا تبقى ممله. انا بمنتهى الامانه كنت اتمنى ان احنا ما نبقاش موجودين لا اكثر الدول هدوءا ولا اكثر الدول ضوضاء، نبقى موجودين زي بقيه الدول الثانيه. لكن الخطوره يا جماعه ان احنا اكثر الدول ضوضاء نمره 3 دي لازم ما اعرفش مين، وزاره البيئه، وزاره الوزاره كلها، او رئيس الوزراء لازم يفكر او يشوف حل الموضوع ده. ايه لما فكروا قبل كده يقفلوا محلات بدري، الناس صرخت قالت لك لرزقنا وبتاع، ومصر الدوله الوحيده اللي تلاقيها فاتحه 24 ساعه. يمكن دي ميزه اما تلاقي مثلا شويه الفيشاوي او حتت كده لما يجوا السياح يسهروا فيها او يتفرجوا على حاجه. لكن ان تبقى على طول الناس سهرانه، على طول الناس قاعده على الدش يا جماعه ل2 و3 الصبح، وغير الموبايلات في يعني لحد ما هنشتغل امتى؟ هنصحى نشتغل الساعه كام؟ انت ليكي حق في كده، بس الضوضاء كمان مش بس صوت، مش بس ضوضاء صوت، ممكن ضوضاء اضاءه كتير، زحمه في الشوارع، مصانع، دخان، كل حاجه. هي كل حاجه. فبالتالي احنا بلد الاكستريم، احنا اكستريم في كل حاجه. ده خبر مش حلو ده بصراحه، بس احنا حابين نلفت النظر ليه. الخبر الثاني طبعا بيقول نصيحه علميه: الاقتراب من حبيبك السابق يدمر الصحه. ان ممكن الواحد لما يحاول يبتدي خطوبه جديده او حياه جديده وهو لسه على علاقه، ويقول ده معلش خطيبي الاولاني ده احنا اصدقاء. بالظبط. عارفه انت ده بس احنا اصدقاء. بيقول لك ان هو بيفسد ايوه بيفسد النفسيه والصحه، ما يخليكش تدخل في علاقه جديده نظيفه محترمه نفسيتك فيها مرتاحه. لا، ده بيوترك اكتر، بيخليك ما بتقدرش تكمل حتى الارتباط. من اخر اللي يخلص علاقه تخلص، تنتهي، باي باي كمبوره، النهارده متفقين انا وانت. ميرسي جدا وشكرا والى اللقاء. لكن حته ان احنا نبقى فريندز، حته ان احنا واي نوت اولا ما بتنفعش، ثانيا بتاثر اهي على الصحه النفسيه، ثالثا بتبقى تلكيكه. عارفين انتوا لما تفضلي قاعده بتتابعي مع علاقه وانت عارفه ان هي خلصانه، طب انت بتعملي ايه؟ زي ما قلنا قبل كده بيحصل مقارنات وكلام من ده، فمش ممكن هتعيش علاقه صحيه الا ما تنهي الاولى. ودي دراسه امريكيه يا جماعه، مش احنا اللي بنقول عليها. الدراسه بيعرف قيمتك
غير لما تختفي من حياته. يا نكره خيري بكره تعرفي لا قيمتي لا من قيمه غيري. ايوه بالظبط. مثلا انا مش عارفه سيدي جرب عيش مع غيري وقولي قالها فوش. أيوة جرب بالظبط. عيش مع غيري وقولي. عارفه انت لما انا ابعد، لو انت عايزاه يعني يحس بقيمتك بالبعد، مش بان انتوا ليتس بي فريندز. غير كده بقى انه لا يجوز، يعني ما ينفعش ابقى ببني علاقه نظيفه ومحترمه على وضوح وصراحه، لا انا ما قلتش ان في وابقى اقول ده العلاقه السابقه دي ده صاحبي ده مش عارفه الكلام ده. انا ارفضه تماما. انا ببني علاقه مع حد كنت عارفاه وانا هرتبط بحد، لا انا بتكلم في كونسبت. هو الدراسه بتقول لك انت مش هتعرفي تبني علاقه سليمه مع حد جديد الا لما ده جميل تقطعي خالص. واصلا في بنات بيبقوا عاملين ده لان هم اوريدي لسه بيحبوا هذه العلاقه، فانا هو ده اللي بيفسد الجديده. ايوه طبعا مش هتعملوا علاقه جديده اولا. ثانيا لو انت عايزه تجيبيه مش بالطريقه دي. البعد هو اللي بيخليه يحس بقيمتك، ولو ما حسش بقيمتك وجالك يبقى ما يلزمناش. الدراسه دي بتقول ما يلزمناش يا بنات. الدراسه دي بتقول كمان ان الرجاله هم اللي بيسعوا لان العلاقه تفضل مستمره بعد الانفصال. يعني الانفصال بتلككوا يا بنتي. واحده هتتجوز، واحده داخله في خطوبه جديده، وبيفضل يحاول ان هو يكمل علاقته. كتير بيسألوا هو أنا معقد من الحب؟ هو أنا ينفع أحب تاني ولا أنا خلاص بقيت معقد؟ وعلى رأي عبد الحليم ناخد جملة منه بيقول أندم لو حبيت وقسيت وأندم لو عمري ما حبيت. ايه الموضوع يعني؟ نحب ولا ما نحبش؟ ليه بنخاف؟ ليه بعض الناس بتخاف انها تبدا علاقه جديده؟ خلينا نتكلم النهارده مع ضيوفنا ومع الدكتور نبيل القط استشاري طب نفسي. اهلا بيك. وانت النهارده بتقدم معانا الحلقه لان معانا 4 ضيوف. احنا مكتوبين على بعض شكلنا كده. اهلا بيك يا دكتور. ومعانا ضيوفنا مصطفى محمود اهلا بيك، وامير نادر اهلا بيك، ونوران ممدوح اهلا بيكي نوران، ومصطفى السيد منورنا واهلا بيكم. معقدين من الحب؟ بس يعني قبل ما نبتدي نتكلم دكتور، في حاجه اسمها رهاب الحب، فوبيا الحب. يعني بصي انا ما سمعتش عنها ولا انا. لكن الرهاب هو بينتج عن او يعني مرتبط بالتعرض لحاجه شديده الايذاء. فمش مجرد الفشل في علاقه هو اللي يخلينا يحصل لنا رهاب، اللي هو بالمواصفات بتاعه الرهاب، اللي هو دقات قلب سريعه وخوف وارتباك شديد وجري من المكان. اما الناس اللي بتتعقد من الارتباط التعقيد ده موضوع تاني. ما انا هقول لك، يعني ممكن ناس تدخل في علاقه فتتاذي اذى شديد، اذى بدني او اذى نفسي شديد، ممكن يحصل هذا الكلام. لكن زي ايه؟ ادينا امثله. اذى نفسي حد تتضرب في علاقه، يتم تعنيفها في العلاقه او تعريفه في العلاقه، انتهت العلاقه بشكل، تتفضح في العلاقه، تتاذي نفسيا، تتهان، تتكسر كرامتها. كل الحاجات ديت ممكن تؤدي الى انه الانسان يقفل تماما الموضوع، بحيث انه الاقتراب منه يخليه يجري. زي اللي جه الصوره اللي حطيناها امبارح اللي اكثر تداولا على المواقع، اللي هي قال لها يوم الفرح انا مش جاي، وجرجرته على الارض، يعني عمل لها صدمه. لكن الاشهر اللي انا بشوفه الاشهر من الرهاب هو فكره قفل المنطقه ديت. ايوه هو يعني دي اللي انا بكلمك عليها بالظبط. يعني في حاجه اسمها asexual يعني الراجل او الست يقرر بشكل لا واعي ان الموضوع ده خلص من حياته، مش موجود. وبالتالي هيتعامل مع نفسه وهيتعامل مع الاخرين، او هتتعامل مع نفسها وهتتعامل مع الاخرين على انه احنا اخوات. خلص من حياتي، ما اتجوزش وما ارتبطش ولا ما اعرفش حتى شكل ولا احب الجنس الاخر. يعني كيميكال ولا بيحصل يعني احيانا كيميكال، ان انا ابرمج مخي كده ان انا الموضوع ده انا لغيته، ده محتاج ايه؟ احيانا بيحصل بالظبط، احيانا بيحصل كيميكال. وشفت بنات، يعني هقول لك حاجه عنيفه جدا، شفت بنات بيحصل لهم مينوبوز، يعني بيحصل لهم وهم في الثلاثينات بيحصل لهم انقطاع للدوره الشهريه الى درجه يعني، وخدت قرار عميق الى درجه ان هي دخلت في مينوبوز او انقطاع للدوره الشهريه، انها مش عايزه هذه القصه. دي اعراض نفس جسميه بقى كمان هنا دخلت، مش نفس طبعا. بس نفس جسميه. فاحنا شفنا ده، يعني بنشوف الحالات ديت انه ستات، وبالذات الستات على فكره اكتر من الرجاله، لكن بعض الرجاله كمان بيتاخد قرار واعي او لا واعي بانه انا ماليش في القصه ديت، وبالتالي انا هعيش حياتي بعيدا عن هذا الموضوع، لا احب ولا ادخل في علاقه ولا اتجوز ولا عايز الموضوع ده خالص. طب احنا هنسمع بقى ضيوفنا طبعا واحد واحد، بس اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع نتعرف على ضيوفنا ومشكلاتهم ايه، مشاكلهم. هنقدر نحب تاني ولا مش هنقدر بعد الفاصل.
خايف احب تاني اعمل ايه؟ هل انا معقد؟ طب لو معقد ده ليه علاج ولا لا؟ مش كل حد بيقع في مشكله في الحب ما يقدرش يبدا تاني، ومش كل حد يقع في مشكله في جواز ما يقدرش يبدا تاني. في بعض الناس لازم بس تعترف زي ما بيقولوا علماء الطب النفسي، اذا دكتور نبيل وافقني، انه لازم يعترف انه عنده عقده وانه محتاج حد يساعده فيها او هيساعد نفسه. طبعا. خلينا بقى نسمع ضيوفنا طبعا. النهارده. ليديز فيرست بقى. طب يلا ابدأي بقى يا مفيدة مع نوران. اتفضلي. اتفضلي يا نوران. نوران ازيك؟ الحمد لله انت تمام. كنتي متجوزه او انت متجوزه؟ لا مرتبطة. مرتبطه؟ كنت ارتبطت كذا مرة كذا مره. مم. كم مره؟ حوالي 3 مرات والثلاث مرات على مراحل عمرية باخد وقت. مختلفه، والثلاث مرات ما نجحوش. بالظبط. طب ممكن اعرف ايه الاسباب الرئيسيه بتاعت اللي انت بلورتيها في دماغك؟ طبعا لا مش بلورتها فقط يعني. اولا في البدايه انا لما بنيجي نشوف الانسان، انا لما ببتدي اكبر بشوف نشأتي كطفله واحتياجي للحب بيكون الى اي مدى. تمام. فبالتالي انا نشأت في طفله، اولا كان والدي توفى بدري، فبالنسبه لي الجانب الذكوري مش موجود في حياتي، فطبعا بيبقى احتياجي ازيد جدا في مرحله المراهقه. مع ان امي كانت ست حالمه وعاطفيه وربتنا على الاغاني القديمه ومعنى الحب والافلام والادب وقصص يوسف السباعي ونجيب محفوظ، فطبعا نشأ في فكرك وتكون عندك رومانسيه بحته. رومانسيه بحته. ففي ال20 حبيتي حد اكبر منك في السن بكام سنه؟ بصي، هو الاغلبيه كان دايما في فارق عمر ما بيني وما بينهم كتير؟ ممكن من 10 سنين اللي فيما فوق. نفس الاختيار بتقع فيه تاني؟ مش نفس الاختيار. هو كان الدكتور قال حاجه مهمه جدا، قال ان هو دايما الانسان لما بتخرجي من علاقه بيكون عندك بيحصل لك امراض نفس جسمانيه. فطبعا انا بالنسبه لي انا من الشخصيه اللي كنت بتاثر جدا، فباخد لي فتره طويله جدا رافضه تماما فكره الايه الارتباط. ايه الفتره الطويله دي؟ قد ايه يعني بتقعدي؟ يعني انا ممكن ارتبط سنتين، اقعد قدامها 3 سنين. 3 سنين في فتره. ومع ذلك انت بتخشي برضو في علاقه بعد ال3 سنين دي بتروقي بتهدي، فما اقدرش اقول لك انك اتعقدتي. ليه؟ لان دي الطبيعه الانسانيه. الاحتياج، تكوينك كانثى بتحتاجي انك لازم تكملي حياتك وتبقي نفسك ان يكون ليكي وليف معاكي. اوكي، ده طبيعي. ده طبيعي، لكن ما اقدرش اطلق عليك انك اتعقدتي. لا تقدري. لا حاولتي تاني لا بتحاولي، لا بتبعدي فتره، ولكن في مشكله اكبر. يعني هي المشكله اكتر في فكره مفهوم الحب عند الرجل ايه، ودايما كتير جدا ما بيبقوش فاهمين يعني فكره انا يعني ايه حب. لو جيتي سالتي كل راجل هتلاقي تعبيره مختلف. بس هو الفكره في انه هل بعد يعني المره الاولى غير المره الثانيه غير المره الثالثه بالنسبه لك الدنيا بقت متغيره؟ طبعا بقى الاختيار اصعب. بقى الاختيار اصعب. بقى انت بتلاقي صعوبه في انك تدخلي في مشاعر. بالظبط. صعوبه جدا، صعوبه ان انا اثق في حد. الثقه مش موجوده، لان صحيح. طبعا الانثى بالذات بيبقى عندها عدم احساس بالامان. شيء كارثي بالنسبه لها. ايه الاسباب الرئيسيه اللي خلتك تسيبي الثلاثه؟ الاسباب الرئيسيه سبب رئيسي، سبب واحد. بصي، هو انا هقول لك على حاجه. اولا الخطا غصب عني، مهما كان وعي ان انا اتربيت على حاجه ما بقدرش يعني اتخلى عنها حتى لو المجتمع دلوقتي رفضها. يعني الرومانسيه دلوقتي مفهومها اتغير. فاذا انت الثلاثه فشلوا في تحقيق ذاتك في الرومانسيه. لا، هم بالنسبه لهم قدره الرجل على العطاء مش موجوده اصلا. لا، انت مجرد انك تطلبي منه رومانسيه تبقى انت هبله على طول. لا، هو انت هبله وانت مجنونه. اللي بيحب عايز يسمع كلمه حلوه برضه. ما عندوش الكونسيبت ده في طريقه تفكيره. لا، لما انا ابقى موقفه صح. لا، ده تعميم طبعا. لا تعميم. ده تعميم. وانا بحب لا ده تعميم. لا هو بيتقبل في فتره، في الاول، في الثاني، في شويه، وبعدين بيحس بملل. خلاص بقى يعني اللي هو ايه، لا ابعدي عني بقى، فكك مني كده يعني. اللي هو لا انت دماغك فاضيه، ودايما يتهمك بالجنان والنكد واللي هو وانت دايما فيكي كل عيوب الدنيا. وفي مشكله اكبر، ان يوم لما بيجي يختار العلاقه، انهاء العلاقه، هو اللي بيختار ميعادها وتحديدها. طب على اي اساس؟ يوم لما احنا اتفقنا ان احنا ندخل في علاقه لازم على الاقل نبقى متفقين في الخروج منها. نفسه بيبقى قصير شويه، مش ده طبعا. وطبعا الاختلاف الجديد، الحاجه الجديده المختلفه بالنسبه للرجال، ان الرجال دلوقتي بقوا يخافوا اكتر من الستات. يعني لازم الست هي اللي تقتحم الراجل، لازم الست هي اللي تقعد يعني تاخد منه. اكتر من الموضوع. استني ده معديه. استني معديه. استنوا، ده احنا هنعرف كل حاجه. طلعتي اكتر من مفيده معديه. شفتوا؟ البنت اتعقدت اهي. على فكره هي ما بتبقاش عقد.
يعني انا من وجهه نظري ان الست لما بتبقى واخده موقف من الراجل، موقف ممكن عدائي اكتر، هي بتكون اكتر ست عندها احساس وحب للراجل. لا طبعا لكن ما لقيتش ما عايز تسالها حاجه بس ولا لا بس ده كلام مهم جدا. تعقدتي، لكن انا قصدت اقول ان انت بقيتي اكثر وعي. بس انا بالتاكيد. بس انت ما خدتيش بالك من اخر كلام. اخر كلام انه كل ما زاد الرغبه في ان انا ابقى على علاقه، كل ما زاد الكف او الكبت اللي انا بمارسه على نفسي. طبعا والخوف والقلق. طب نشوف مصطفى بقى. مصطفى السيد، انت عندك ايه؟ 25 سنه. تمام. خطبت ولا اتجوزت؟ لا ولا ده لسه. حبيت في حياتك؟ اكيد طبعا مفيش حد ما حبش، بس انا ممكن اكون متفق معاه في فكره ان مفهوم الحب عند الناس. نتفق معاها، استنى الاول، خلينا نتكلم عليه الاول قبل ما نتفق. نعرف مين مصطفى الاول بنكلمه. انا مصطفى، انا شغال صحفي في المصري اليوم. حبيت؟ اكيد حبيت. مش كم حد مرة؟ في الدنيا 3 مرات. وفي ال3 مرات مين اكتر واحده علمت فيك؟ اول حب في الحياه طبعا. اول حب طبعا. طب بيبقى لسه مشاعر، لسه بدأت تقول انا هنا موجوده، لسه مشاعر موجوده بكل قوتها. بيبقى الشخص ده انت بتحاول تبني عليه امالك وطموحاتك، ولا انت تبني حياتك معاه كلها. طب ايه اللي بيحصل يا مصطفى؟ ليه ما بيكملش اول حب؟ ان فكره الناس عن مفهوم الحب اتغير عن زمان جدا. يعني ده النقطه اللي انا متفق معاها فيها، ان الناس بقى قصه الرومانسيه عند الناس دلوقتي ما بقتش زي الاول. يعني انا ممكن اكون شخص حالم برضو شويه، انا والدتي يعني العكس عندك بقى، انت اللي متوقع الرومانسيه اكتر. انا متربي مثلا، والدتي ربتني على كاظم الساهر، وانا ده اكتر حد بحبه. فطبعا ان انت راجل رومانسي؟ بعتبر نفسي رومانسي شويه. على فكره في راجل رومانسي؟ عشان كده انا ضد انك تعممي ان في رجاله بتشتكي ان هي ما بتسمعش كلام كويس. ضد احنا هنضحك على بعض، 1 في المليون. فانا دايما باصص للست ان هي حاجه حلوه جدا، او ممكن تكون اجمل حاجه في الوجود، والتعامل معاها لازم يكون مختلف عن اي حد تاني. فالفكره دي ان حد يتقبل الموضوع ده في العصر ده دلوقتي، مش فيها حد انت مش يعني حد لسه دلوقتي كده انت ايه يا عم انت مش راجل. الحاجات دي ومع ذلك لما فشلت القصه الاولانيه حبيت تاني، كملت يعني حاولت تاني، بس طبعا بيبقى بمنظور مختلف شويه، ان انت بتحاول يعني تختار. الاختيار طبعا بيبقى اصعب كتير جدا، لان انت في حاجات خبرات استفدتها من العلاقه الاولى، وكانت علاقه طويله الامد شويه، فاثرت مع الواحد كتير جدا. كام سنه يعني طويله؟ يعني انا قعدت متاثر بالعلاقه تقريبا حوالي 5 سنين. وهي كانت قد ايه علاقتك؟ حوالي سنه او سنتين تقريبا. سنه ومتاثر 5، يبقى انت حبيت طبعا عشان كانت اول حب في الحياه، وكنا لسه صغيرين. وكانت عندي في التراكمات. ايه اكتر التراكمات اللي سابتها لك لغايه يومنا هذا العلاقه الاولانيه؟ قله الامان في الحب صعبه جدا. امان ولا ثقه؟ الاثنين ممكن ممكن امان وثقه مع بعض. يعني لا هو بيتكلم على فكره انه احساسه بالخديعه، او مش بالخيانه، بالخديعه. لا بالظبط، بالتخلي. انا فهمت كده، فهمت ان حضرتك حصل فيه تخلي غير مبرر او تخلي غير متوقع. لان كان الموضوع كان ماشي عائلي جدا، وكان اسرتي عارفه الموضوع كويس جدا. بس طبعا بعد كده حصل تغير في الشخصيات الثانيه، فالموضوع وصل لمرحله مقفوله. طب النهارده ايه الموضوع بقى؟ النهارده انت حاسس بايه؟ النهارده في عوامل كتير يعني بتحاول تخلي الواحد محجوب عن موضوع الحب شويه، سواء كانت ظروف اقتصاديه اللي الشباب بيقابلوها في موضوع الشغل والفلوس والكلام ده. بتحجم نفسك. بالظبط. عند الاهالي دلوقتي فكره ان انا مثلا لو حد جاي يتقدم لبنتي، او انا رايح اتقدم لحد، فدي بنت عمتها جالها حاجات بالشيء الفلاني، فهي مش اوحش منه، فالبيت بيبقى عنده ازمه شويه. فكره ان الولد ممكن لو تقابل بنت. كلمني عنك. يعني انا عارفه دي مشاكل مجتمعيه احنا، لكن صعوبه انك تخش في علاقه دلوقتي من جوه ليه؟ لو هتكلم عن نفسي انا، فكره ان انا مش ضامن بسبب الظروف اللي احنا عايشين فيها ان انا اقدر اكمل العلاقه دي. بس الحب مش في ايدك، الحب مش مفتاح هتقفله وتقولي انا حتى لو انا لقيت الشخص ده، حتى لو انا اكيد ما لقيتش عنده مشكله. فكره ان انا عايز اخش في العلاقه دي، انا ما عنديش مشكله، وشايف الشخص ده هو اللي انا بحلم بيه وكل حاجه. بس فكره هل انا مهيأ والظروف اللي انا فيها مساعداني ان انا اكمل العلاقه دي للاخر ولا لا؟ الامان بالظبط. بس في مشاعر ولا طبعا الدنيا مقفوله؟ يعني اقصد انك يعني قلبك بيتحرك، قلبك بيتحرك تجاه بنات وبتحس، بس انت بتلم نفسك، ولا هو انا ممكن اكون بلم نفسي طبعا عشان كل واحد يعني عنده ظروفه شخصيه بيكون بيمر بيها في حياته. بس طبعا الحب يفضل موجود لاخر يوم في حياتنا. يعني انا لو عندي 60 70 سنه ممكن احب ما لا يعني تعجبك طبعا. في انا مش هخش علاقه من غير ما اكون مقتنع بيها. في ستات دلوقتي بيعجبوك، بتحلم انه ممكن والله لو بقى الست لما بيحصل بقى انت طبعا مشاعرك مش قافلها يعني. لا بيحصل انه مشاعرك تتحرك وتقول والله البنت ديت لطيفه وعجباني، بتعمل ايه؟ بحاول طبعا اتعرف عليها الاول. يعني انت ما زلت في الحوالات دي محدود جدا، الموضوع محدود جدا. يعني ايه الفرق بين دلوقتي وبين من 3 سنين او من 3 سنين؟ انا كنت لسه سنا طبعا صغير،
فما عنديش مشكله ان انا دخلت في الحياه العمليه. فما شفتش المصاعب في الشغل شويه، ما اعرفش ظروف بيتنا كويس، يعني الحاجات دي شقه بقى والمهر والخطوبه والكلام ده كله، كنت لسه صغير في السن. فلسه الموضوع عندي لسه بشوق الحب عندي موجود. لكن دلوقتي طبعا عشان الواحد انا يعني شغال بقالي 5 سنين، فالموضوع ده الواحد شايف الحياه يعني فكره كويس. نوران وهي بتتكلم، بس في فرق بين الاثنين. كلما نضجنا كلما ما عملنا نوران شكلها قافله، وبقت صعبه جدا ان احنا نوران شكلها خلاص قفلت كده بالمفتاح، لكن مصطفى لسه يعني عنده لا مصطفى بيحاول. مش قافله. لا هي مش قافله يا منى، انا مش قافله بس باخد وقتي. يعني 25 سنه والدنيا بتقفل صعب. لا بس انا الظروف المجتمعيه بس. هنرجع لكم تاني، لسه هنسمع مصطفى وامير، بس نطلع لفاصل سريع كده. وهل انا مش هقدر احب تاني؟ هل انا معقد محتاجه افك العقد دي ولا ايه؟ بعد الفاصل. عايز احب تاني وخايف ارتبط، هل انا معقد ومحتاج لعلاج نفسي ولا لا؟ دكتور نبيل قال في الفصل حاجه مهمه عايزين نفسرها قبل ما نسمع بس ضيوفنا. حضرتك قلت رجاله عندهم رومانسيه اكتر طبعا، لكن الست بتبص للحب والرومانسيه من منظور اخر وليها احتياجات اخرى. طبعا بقى احتياجات الستات غير احتياجات الرجاله من العلاقه، لكن هما الاثنين رومانسيين، واكتر الشعراء واكتر المطربين واكتر الموسيقيين كانوا رجاله اللي عملوا الشغل بتاع الرومانسيه كله. الاحتياجات ايه المختلفه؟ الست عندها احتياجات اكبر من مجرد الحب. الراجل بقى عنده احتياجات للحب بشكل اساسي، للعلاقه المباشره بينه وبين الست از فيميل واز ميل. بقى احيانا بقى عنده احتياجات اخرى للامومه او للبيت او كذا، لكن الست بيبقى عندها احتياجات بحكم ظروفها الاجتماعيه ووضعها في العالم للحمايه، بالظبط كده، للحمايه وللامان ولاتخاذ القرارات. احيانا بتبقى اعتماديه على الراجل وللدعم النفسي. لما بتلاقيش الكلام ده بتنسحب. وده اتقال كم مره على لسان فعلا طبعا مفيده بقى. فانا بس عايز ااكد بس انه فكره انه الرجاله مش رومانسيين ده فكره مش حقيقيه. انه الرجاله رومانسيين والستات رومانسيين. احنا محتاجين نفهم بعض. انا مش نفهم احتياجاتنا. انا مش هرد. اتفضلي بقى. انا عاده مش هقدر ارد على هذا الموضوع. انا ما اقدرش اختلف مع مفيدة. انا اختلف معاك انت، وانا يعني انا عشان كده بقعد ليك صامته، لان مش عايزه اشكلك زي ما بيقولوا. مصطفى ازيك؟ تمام. مصطفى انت عندك 23 سنه. تمام. وجربت قبل كده علاقات حب كتيره؟ يعني 3 برضه. وبرضه ال3 ما نجحوش. هل ده سوء اختيار ولا هو ممكن يكون سوء الاختيار؟ برضه مع عدم التفاهم. تمام. هو المشكله في اي علاقه انا شايفه ان هي بتبقى التفاهم، وفي شويه حاجات جنبها كده زي ما بيقولوا التحابيش بتاعتها. يعني مثلا ممكن يبقوا صحابها. ده مثلا مصطفى مثلا عمل مشكله معايا بتاع صاحبتي، تقول لها لا ده انت لازم تقولي له، مش لازم تقولي له الكلام ده كله. بس مصطفى انت 23 سنه. تمام. دلوقتي يعني ال3 مرات اللي انت كنت فيهم كنت في كي جي 1. لا مش كي جي 1 يعني. لا بس هي يعني في يعني حاجات. انت 23 سنه، اول مره هبقى كي جي 1 لو هنحسبهم صح. تاني مره 6 ابتدائي. لا لو هنحسبهم صح هتبقى هي علاقه واحده اللي هي بجد، يعني اللي هي كانت بجد. خلينا اسال سؤال. يعني تقصد انك انت بالثلاث علاقات دول او العلاقه الكبيره اللي انت بتقول عليها عقدتك من الحب؟ مش قصه تعقيد، بس بتخليك تفكر اكتر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا قبل ما اخش ممكن اكون معجب ببنت، بس ما بخشش مثلا افتحها في الموضوع حاجه، لان انا حاسس ان العلاقه دي ممكن ما تكملش. بتدرس الموضوع الاول. بدرسه الاول وبشوف وبعدين ده نضج. طب ما ده نضج. بالظبط. هي المشكله كلها ان انت ممكن مثلا تبقى في اي علاقه في اولها طبعا الكلام كله بيخلص، تقعدوا مثلا في التليفونات بال6 ساعات ومش عارف ايه، الكلام كله بيخلص، تبتدي في حاله ملل. انتوا عارفين يا جماعه انت بتوصل للارتباط ولا بس يعني انت ما ارتباط الاثنين بمعنى واحد. يعني اللي انا عايزه بس نوصله في الكلام ان احنا عايزين نفرق ما بين النضج، وده حق من حقوقنا مكتسبه جدا، ان احنا ممكن نخش علاقات ونتعلم ننقي ازاي ونحب ازاي بعد كده، والعقده ان انت تبقى شايف حد قدامك كويس وصالح ليك وانت متاكد ان هو كويس، بس انت مش قادر تاخد خطوه الارتباط خوفا من الحاجات اللي عندك. وصلت هو ده الفرق. وصلت فعلا كده. انهي واحده فيهم بقى؟ وصلت للي هي ان انا كنت في بنت، يعني ممكن نكون كيمياء متظبطه مع بعض، فاهمين بعض، الكلام ده كله. بس بتبقي خايف فعلا ان انا ممكن اخش في حاجه دي ما تكملش زي اللي قبل كده، ممكن يحصل مشاكل ولا تترفض.
لا مش قصه رفض، مش رفض، هي مش رفض، هي بتبقى خلاص، هي بتبقى واقفه بالظبط، ان هي ممكن تبوظ في اي لحظه. طب انت انهيتها ليه؟ يعني انت انهيت ما يمكن كانت تبقى ناجحه. ما هو انا الفكره هنا انا بفكر شويه، انا بفكر شويه برضو، مش بفكر في نفسي. يعني دايما بفكر برضو في البنت. يعني برضو مش كل يعني انت مشكلتك دلوقتي ان انت خايف انه البنت تتاذي في العلاقه. تمام. ما انا برضه هتأذي معاها، ما انا لو انت لا، ما هي مسؤوله. لو انت بتكذب، هو الفكره كلها انك تبقى امين في مشاعرك وتبقى امين في اللي انت بتقوله وهي تاخد القرار. بالظبط ماشي، بس بيبقى في عوامل، انا دايما بحب احسبها دايما بالعوامل اللي ممكن تحصل. ممكن تبقى انت حساباتك كتير يعني بس اللي انا اقصده هنا انه اللي يخصك انت مسؤول عنه، اللي يخص مشاعرك، اللي يخص احتياجاتك، اللي يخص مشروعك انت، لكن خوفك عليها بقى ده زياده شويه. لا مش بس طول ما انت مصدق نفسك. يعني انك تخاف عليها معناها ان انت اللي بتبتدي بالمشاكل او بالغدر. لا مش كده خالص، لا هي ممكن يكون في ظروف تانية. يعني ظروف مثلا ان هي مثلا في مشكله ان اهلها ممكن مش هيبقوا، حاسس ان هم مش هيوافقوا عليا، او في رفض هيبقى من ناحيه اهلها مثلا. لا مش اقتصاديه او كده، لا هي بتبقى القصه كلها ان انا بحس ان عندها هي هيبقى في رفض من ناحيه اهلها. قبل ما ترفض اقفل العلاقه قبل ما ترفض. مش عايز اخش في العلاقه ما تنجحش. يعني انا من النوع دلوقتي انا واخد قرار في حياتي ان انا العلاقه اللي اخش فيها. انت بتشتغل ايه او انت خريج ايه يا مصطفى؟ انا خريج نظم معلومات وشغال في راديو اسمه راديو جبنه اونلاين. اوكي. بس هو يعني في مثل بيقول ما حدش مغسل وضامن جنه يا مصطفى. محدش ايه؟ مغسل وضامن جنه. يعني الدكتور يقصد ما دام مصدق نفسك عيش يعني. ما سمعتش المثل ده قبل كده؟ لا. ده مثل بيقول ان انا يعني. بالظبط ان انا بعمل الحاجه ونيتي انها تنجح. بالظبط. تنجح تفشل ده موضوع تاني على ربنا بقى، لكن انا شخصيا مش مسؤول عن ان هي، انا مسؤول عن اللي انا بعمله. تمام. اللي مسؤول عن امانتي، مسؤول عن نيتي، مسؤول عن الفعل اللي انا بفعله. طب ما انا برضه عملت كده في العلاقه اللي قبل كده وفي الاخر برضه ما حصلش نصيب. فهي الفكره بقى في كده ان انت بتحس ان انت لو عملت كده في العلاقه دي برضه هتتصدم. لا خالص. طب انا ممكن اقول حاجه؟ طب قبل ما تقولي ممكن نكلم بس اخر سؤال امير ضيف عندنا عشان ما سمعناش صوته وكان يفتح الحوار وناخد تليفوناتنا. امير 20 سنه قول لي بقى انك 4 قصص حب. هي مره واحده بس. يبقى بعد وانت في لا هي مره واحده بس ما كملتش يعني. ليه 20 سنه يعني حاجه صعبه. هو في الاول يعني اختلاف، في دلوقتي اختلاف في اللي هو الارتباط دلوقتي في سننا بالذات، لان اغلب الارتباط دلوقتي بيبقى معتمد على شكل صوري، مش بيبقى حاجه مشاعر مبنيه على مشاعر بجد. وقت يعني اللي هي صحوبيه كده. طب انت ايه يعني؟ الدكتور بيقول حس انت وصدق نفسك وخلاص. انت حسيت ده ولا مش قادر هي في اول مره بس يعني المره دي اللي هي وانا صغير تقريبا. بعد كده من لما دخلت الجامعه وكده لقيت الدنيا بالحب خالص. امال ايه؟ مش فاهم. يعني مفيش حد بيكون داخل مركز ان هو انت لما دخلت برضه ما كنتش مركز؟ انا ما بروحهاش اصلا. ما ايه؟ ما بروحش الجامعه لاني ما بحبهاش. يا عم بلاها، هو احنا عندنا تعليم اصلا؟ يلا لا يعني نقعد نحب على روحنا ولا تعليم. انت بعد العلاقه الاولى خلاص مع الموضوع ما عادش داخل دماغك اصلا؟ لا اكيد داخل دماغي طبعا، بس ما فيش حد يعني ما عندوش الحد ما فيش الحد الجد، الحد اللي هو داخل فعلا في حب. دلوقتي اغلب الناس بتبقى مظاهر. الناس دي اللي هم بنات بنات وولاد. انت بتشوف الاصدقاء حواليك كده يعني شايفهم بيعانوا، شايف موضوع بيتفكر بسرعه. انت شايفهم فنفنه بالظبط. الموضوع فنفنه وليتس جو اوت ونخرج وهنا ونيجي والساحل وبعد الساحل نغير بقى نبتدي نشوف وده يصاحب صاحبة ده وده كده. يعني اللي هي اول مره اللي هي اللي انا حسيت من ناحيتها بحب او كده، فيعني اتجهت لحاجه انا عمري بسببها انا بحمد ربنا من خلالها يعني. لا بس انا سبتها. دكتور فسر لنا الحاجه اللي انا خدتها منها ان هي خلتني قدرت ان انا اكتب شعر. تكتب ايه؟ تكتب شعر. طيب لما اتجرحت ولا وانت بتحب؟ لا وانا بحب. وانت بتحب كتبت ومن ساعتها انت مبسوط. بس من خلال الباب اللي هي فتحته لي ده انا بقيت اكتب في حاجات كتير، بس يعني بحس انها جت عليا بخير وجت عليا بشر. سبتها ليه؟ الشر ايه؟ لا انتوا مش جايين عشان تقولوا لي خلاص بقى احنا جايين نشارك كل مشاكلنا مع الناس. ده انا يعني بقول كل حاجه على الناس، مش هنقول اسمها يعني بس يعني ايه السبب؟ انا لازم افهم انت بتكلمني في ايه. يعني بتبقى مشاكل وكده من ناحيه مشاكل من ناحيه ماديه؟ لا من الناحيه الماديه ما بنحسش بيها لان اهالينا هم يعني. هل انت رومانسي؟ ما دام بتكتب انت رومانسي قوي وهي البنت فعلا بتدور على حاجات تانية، على امان وارتباط. أمير انت بتقول انه في خير وفي شر. خير عرفناه، الشر ايه؟
يعني حصلت مشاكل كده. ما تحكي ايه، حسيت بايه، اتاذيت ازاي؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه في الحلقه. احنا مش عايزين نتكلم على عظمه الحب وجماله، بنتكلم على الصعوبات اللي بتقابلنا. ايه الاذى اللي انت اتعرضت له؟ حسيت يعني ما بتقدرش الحب اللي انا بديهولها، يعني فحسيت حسيت فيه معايره من ناحيتها. تمام. اللي انت بتحبها اكتر. مدلوق عليها. اللي هي تقعد تهزر قدام صحابها يعني في الحاجات ده مدلوق عليا. سوما العاشق بقى بتقول عليه كده. فحسيت بايه برضه؟ ما قلتش حسيت بايه؟ بوجع يعني من ناحيتها. اكيد بوجع يعني، او يعني ان هي ما تستاهلش ان انا بعمله عشانها. وانا كرامتك وجعتك. ولا حسيت ان انت ما كنتش مستاهل، او ان هي ما قدرتكش كفايه. ما قدرتنيش. فمن ناحيه، من خلال الناحيه دي ما ومش عايز تتوجع تاني. وهتقبل على التجربه ولا زي ما الدكتور بيقول مش عايز؟ لا، هو في تجارب تانية بس بتبقى اللي هي على صحوبيه بقى. مش هنحب تاني، مش هنتورط تاني. هو الواحد بيحب. انا عندها تليفون، عشان تليفون لسه عندي تليفون، ما حدش قال عشان ما اقطركيش بس. لا لسه ما فيش تليفون. اتفضلي. في حب في الدنيا زي ما هم معتقدين ان في حب واحد في الحياه، ان الواحد ما يقدرش يحب غير مره واحده بجد وبحقيقه، وان بقيه الحب ده وبقيه اي حاجه تانية بتبقى تيجي مكمله، لكن هو حب واحد في العمر. لا طالما الانسان عايش فلازم ابقى دام عايش فعندي امل. فكل ما بتنتهي علاقه وفي كل مرحله عمريه بيبقى لها متعتها الخاصه، بنضجها الخاص، بظروفها الخاصه. طول ما انا عايش وعندي امل ان انا اكمل، لا طبعا في حب. بصي يعني انا هقول لك على حاجه بيولوجيه دايما اي سؤال انت مستشارنا قانوني. الخليه الدم الحمراء بتعيش 120 يوم. تمام. وبتموت ويطلع مكانها خليه ثانيه. اوكي. وده بينطبق على كل الجسم. اوكي. وانا اعتقد انه بينطبق على المشاعر. بمعنى ايه؟ انه احنا كائنات متغيره. لا مش 120، لا اكتر طبعا. احنا كائنات بنتولد، بنموت ونتولد في كل يوم وكل شهر وكل شهرين وكل سنه، بما في ذلك مشاعرنا. وفكره الحب الواحد دي فكره افلام وخيالات ورومانسيه وشعر، لكن مش حقيقه. هي القضيه اللي احنا بنتكلم عنه، والقضيه الخطيره هي انه احنا نتجرح جرح عميق الى درجه انه يمنعنا ان احنا نحب تاني. هنقدر نحب تاني؟ ما عندهمش المشكله. ما عندهمش طبعا ما عندهمش. هم متخيلين انهم عندهم مشكله على فكره. لا مش كله. وممكن يبقى هو بيعلن ان هو ما عندوش مشكله، ولكن عقله اللاواعي غصب عنه بيخليه يبوظ الحاجه. برافو عليكي والله. بالظبط. هايله يا نوران. اللي انا عايز اقوله انه احنا محتاجين فعلا نفتح روحنا للموضوع. وبالعكس بقى عايز اقول حاجه يعني ممكن تبقى مش عاجبه الناس، ان احنا محتاجين لما نيجي نحب تاني نغير ايه؟ نغير طريقه الحب. ازاي؟ يعني بص هو كلنا عايزين نعرف. كله عايز يعرف. انا مثلا متعود ان انا تيجي نخليها بعد الفاصل. عايزين نعرف ازاي لما نيجي نحب تاني نغير ايه. بس نطلع لفاصل ونواصل حوارنا تاني مع ضيوفنا ودكتور نبيل القط. ونغير ايه بالظبط كده؟ بالظبط. انا خايف احب تاني، خايف ارتبط تاني، هل انا عندي عقده؟ دكتور نبيل قبل الفاصل قلت ان انت عندك حل لما نيجي ندخل في علاقه تانية نعمل ايه؟ نغير ايه؟ ايه بقى بالظبط؟ قول لنا على المفاتيح. بصي يعني انا لو احنا دخلنا في علاقه علشان زي ما قلت ان احنا زي الدم كده لما بيتسحب، لما احنا بنتبرع بالدم. التبرع بالدم هو نوع من تجديد الدم بتاعنا. لما ندخل في علاقه والعلاقه دي بتفشل لاسباب مختلفه، احنا محتاجين لما نيجي عاده احنا بنروح ندور على حد شبه الحد اللي احنا حابينه قبل كده. عاده معظم الناس بتختار وبنتصور ان احنا بندور على الحب الحقيقي. هو انا كنت بتكلم من شويه انه مفيش حاجه اسمها الحب الحقيقي، في حاجه اسمها المشاعر. انا محتاج لو انا دخلت في علاقه وفشلت، انه احد عناصر نجاح العلاقه التاليه ان انا ما اكررش نفس الحاجات. اللي هي ايه بقى؟ فهمني كده. زي مثلا هضرب لك مثل زي مثلا انا انا كواحده مثلا بحب الرجاله الكبار شويه في السن. فانا لما اجي احب المره الجايه انا محتاج اخد بالي ان انا يبقى قدي او اكبر مني بحاجه بسيطه. طيب ان انا بحب مثلا البنات اللي هم اعتماديين شويه عليا وبتسالني في كل حاجه وبتاخد رايي في كل حاجه واتخنقت منها، اجي اروح مكرر نفس التجربه واروح برضو اقرب من بنت نفس الحكايه. تجيبها انا محتاج بقى لا اطلاقا. انا محتاج ان انا اجرب ان انا احب واحده فعلا تكون مختلفه شويه، تكون مستقله، تكون قادره تاخد قرارات بنفسها. جدا بوجهه النظر دي. هنا ده معناه ايه؟
جدا. مش بس ان انا بجرب نجاحات في مناطق تانية، ده معناه ان انا بجدد كمان مخي وبجرب نفسي أنا ينفع ولا بالظبط. لانه لما احنا بنركن في طريقه معينه في الحب وفي علاقه مع اشخاص بعينهم، احنا بعد شويه بنهدى لغايه لما الحاجات بتموت ونقول الله، هو الحب راح فين؟ امير فين؟ طب جميل. احنا في مقوله كده سمعتها بتقول الحب اللي ما فيهوش نفاق دايما بينتهي بفراق. بالعكس بقى. يا انت بتسمي المجاملات والكلمات الرقيقه نفاق؟ بالعكس. طب خلينا نرد عليك، بس معانا ابراهيم بقاله شويه على التليفون. عارفه منى، احنا بعد التليفون نقيم انت وجهه نظرك من النفاق ايه بالظبط كده، عشان تقدر تفهمنا المقوله اللي انت قلتها. بس المقوله دي بعد ابراهيم. مساء الخير يا ابراهيم. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. علي صوتك شويه يا ابراهيم، اتفضل. عايز بس احكي مشكلتي للدكتور. اتفضل. انت صغير، انت عندك كام سنه يا ابراهيم؟ اتفضل يا ابراهيم. انت ما جيتش ليه يا ابراهيم؟ كنا مستنيينك ضيف النهارده. بجد انت صاحب الحلقه دي. ما انا لما احكي للدكتور هو ممكن يقدر المشكله اكتر مني يعني. طب اتفضل يا ابراهيم. سامعينه كويس؟ سامعينه. في ايكو في الصوت، عايزين نسمعك بس كويس. طيب يا ابراهيم، انت عندك كام سنه؟ عندي 19 سنه. كام؟ 19 سنه. طيب حبيت كم مره بقى يا ابراهيم؟ انا بص حضرتك، عندي مشكله بقى ان قول المشكله. قول المشكله. ان انا كنت بكلم بنات كتير جدا، بس من ضمن البنات اللي كلمتهم دول حبيت هي واحده بس. والمشكله بقى ان كل اللي انا كنت بكلمهم كانوا هم بيحبوني، انا ما بحبهمش. واللي انا كلمتها ديت هي اللي ما حبتنيش وانا اللي حبيتها قوي، مع ان مع قصر المده اللي انا كلمتها فيها وطول الحب اللي انا حبيته فيها. تمام. ايه اللي حصل لك بقى؟ المشكله بقى حضرتك، المشكله ان انا عندي اللي انا بحب من زمان قوي، قلبي عاشق بنت بكل تفاصيلها، فجاه مره واحده اختفت. يعني شوف حضرتك لما كنت ببقى عايش حلم وفجاه مره واحده تلاقيه حقيقه، وتحس ان الحقيقه دي مره واحده بقت خيال. يعني قعدت سنه كامله احب بنت وكلمتها شهر ونص، بس اكتشفت بعد كده ان هي كانت بتكلم صاحبي وكانت بتحبه. وهي حكت لي عن مشكلتها. انت قلت عندك كام سنه يا 19 سنه. 19. طيب يعني يا ابراهيم، انت حبيت واحده ما حبتكش ببساطه يعني من طرف واحد. لا بس انا لما كلمتها ما كنتش اعرف مشكلتها، يعني ما كنتش اعرف ان هي بتكلم صاحبي، وان ما كنتش اعرف ان هي بتحب صاحبي اصلا. تمام. ما كنتش اعرف اي حاجه من دي. بس صارحتها وهي ضحكت عليك لا ولا؟ هي صرحتني، ان هي حكت لي كل حاجه وصرحتني، بس قالت لي ان انا احاول ان انا انساه وان انا هكمل معاك حياتي، وان انا لو كنت بختار الحب كنت اخترتك انت اصلا من الاول. وحكيت لي طيب خاطرك يا ابراهيم. وبرضه كانت في بعض الوقت كانت بتقول ان هي بتحبني، بس ابراهيم ايه علاقه الكلام اللي انت بتقوله بان هي ما سابتكش؟ انت انت اللي بنيت لنفسك في علاقه حبيبي. بمعنى ان هي من الاول خالص قالت لك ان هي ما بتحبكش، كانت تتمنى ان هي تبقى موجوده معاك، بس في حقيقه الامر دلوقتي لا. ايه مشكلتك دلوقتي يا ابراهيم؟ مشكلتي ان انا قعدت سنه كامله بحب فيها ومش قادر اوصل لها. وما صالحتهاش. انت مشكلتك ايه يا ابراهيم دلوقتي الان؟ ايوه انا كلمتها وهي فهمتني ان هي بتحبني، فقعدت طول الفتره اللي كنا بنتكلم فيها دي كنت بحبها بقى، يعني حبيتها بجد. هي دي البنت الوحيده اللي انا حبيتها بجد. وبعدين بس لما هي جت في فتره قالت لي انا مش قادره اكمل، يعني انا مش قادره انسى اللي انا كنت بكلمه اللي هو صح. تمام. وبعدين ماشي، وبعدين بعدت بقى. وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ من 3 سنين، يعني 5/2 اللي فات دوت كان بقى لنا 3 سنين كده. بس ده لسه طازه. بس انا عايزه اعرف حاجه، السنه اللي انت حبيتها فيها ما صالحتهاش وهي ما كانتش بتديك احساس بان انا لا ما صالحهاش؟ لا من طرف واحد. لا انا صالحتها وهي صرحتني، قالت لي ان هي كمان معجبه بيا، وان هي دي المشكله. المشكله في ايه؟ المشكله ان هي كانت بتحس ان هي بتحبني بس كانت بتضحك عليا. المشكله ان هي كانت بتحب واحد، وبعدين واضح ان العلاقه ما نفعتش، فابراهيم عرض عليها العلاقه، فهي قالت اجرب. فجربت وحاولت، وبعدين بالعكس في نفس التوقيت اللي هي حست ان هي مش قادره، فالبنت امينه مع نفسها، انا رايي كده يعني. فقالت لك يا ابراهيم لا انا مش قادره يا ابراهيم، فانت طبعا تعبان وزعلان وحاسس باحباط شديد، مش كده؟ ما ينفعش بعد ما انا حبيتها خلاص واتعلقت بيها فجاه مره واحده تختفي، اصل انا مش قادره. طب وانا انت لسه صغير يا ابراهيم طبعا، يعني مشاعره جميله جدا، بس هتحب تاني. بص انا عارفه طبعا المشاعر ما بقى انا عندي بقى المشكله بقى الثانيه، عايز اقول للدكتور عندي 3 مشاكل دلوقتي، ان هو صاحبي دوت انا مش عايز اخسره، وفي نفس الوقت انا مش قادر انساه، وفي نفس الوقت انا تعبان برضه. وبرضه المشكله الثالثه اللي انا مثلا بكلم بنات يعني اجمل منها واحسن منها في الروح واجمل منها في المستوى الاجتماعي في كل حاجه، بس هم انا بعمل كل حاجه معاهم ان هي اللي البنت بتفرح بيها، يعني بهتم بكل تفاصيل البنت. انت سايب البنت اللي انت بتحبها دي بقالك كام سنه؟ ابراهيم بقالك كام سنه؟ شهر واسبوع. بقالك شهر؟ 5/2 شهر. ايه؟ انت بقالك شهر واحد؟
لا 5/2 اللي فات كان بقالنا 3 سنين كده سايبين بعض. سايبين بعض 3 سنين يا جماعه؟ يا ستي بقاله شهر ما بيكلموش بعض. لا بقالنا 3 سنين. 3 سنين قلت لي 5/2 شفت هم سايبين بعض في 5/2 كده 3 سنين. انت مش ملاحظ ان 3 2014 كلمتها 3 سنين مده طويله يا ابراهيم ان انت مش قادر تنسى البنت دي؟ لا وانت كنت 16 سنه، انت كنت صغير قوي كمان. لا يعني ما تفتكرش ان ده الحب الاخير، يعني زي ما الدكتور نبيل بيقول. ما انا هقول لحضرتك يعني انت يا ابراهيم متعلق. البنات اللي انا بكلمهم كلهم ما فيهمش غلطه وكلهم زي القمر، بس انا مش بحس ان ناحيتهم باي حاجه. ابراهيم خليك معايا والنبي، عايز افهم بس. يعني حضرتك بقالك 3 سنين متعلق بالبنت اللي ما بتحبكش؟ ومش قادر انساها ومش عارف اكلمها ومش عارف يكلمها. الممنوع مرغوب. ما رومي لو كان اتجوز جوليات ما كانش بقى فيه. وبعدين في نقطه ثانيه، ابراهيم بيقول ان هو مش قافل عن في بنات حلوين بيكلموه. لا هو مش قادر. وفي بنت بيحبها بتحبه بس هو مش عارف يحبها. هو مش عارف يفتح قلبه لحد، ودي مشكلتنا النهارده. شكرا يا ابراهيم على تليفونك جدا، ونسمع تعليق حضرتك. يعني انا يعني كنت رايح اقول له يا ابراهيم ركز في مذاكرتك. معانا ابراهيم لسه كنت رايح اقول له يا ابراهيم ركز في مذاكرتك وسيبك من الكلام ده دلوقتي. لا بس بيوجعه الكلام ده، معناه انت مش حاسس بيه. لما قال ما هو لا يعني لما قال 3 سنين اعتقد المشكله كبيره فعلا. ما انا بكلم اساله. ما ابراهيم معانا. يعني الموضوع فعلا كبير يا ابراهيم. اعتقد ان ممكن يكون بطلع من الاول على المدرسه عندنا. انا بس هسالك بس سؤال يا ابراهيم. الفتره دي خلاص انا بقيت اكره كل حاجه في حياتي. ابراهيم خليك معايا. تسمعني؟ الموضوع مؤثر عليك ازاي؟ مؤثر على مذاكرتك، مؤثر على حياتك؟ يا دكتور انا بقول لحضرتك انا كنت بطلع اوائل على المدرسه عندي على طول، وكنت الحمد لله متفوق جدا في دراستي. بس من بعد الموضوع ده انا خلاص بقيت اكره كل حاجه. الصلاه ما بقتش اصلي، المذاكره ما بقتش اذاكر خالص، اصحابي بقيت في مشاكل بيني وبينهم كبيره لان خلاص بقيت بقعد بيت مثلا بالاربع والخمس شهور ما بنامش. تمام يا ابراهيم. لا في مشكله نفسيه كبيره. لا احنا عندنا هنا مشكله مهمه جدا لازم افهمها لك على ابراهيم. ابراهيم عنده عمل 198 اكونت على الفيسبوك، والبنت عملت له بلوك عليه. تمام يا ابراهيم. لا ابراهيم انت كاتب لها ايه على الفيسبوك عشان الدكتور نبيل يسمع؟ محتاج مساعده، عايزينك تسمع منه. كاتب لها ايه على الفيسبوك؟ انت كتبت ايه يا ابراهيم؟ انا كتبت لها مسج حوالي 40-50 سطر كده، بعتها لحضرتك. ممكن هم في الكنترول يبعتها لكم وتقروها. يعني هقول لك حاجه خليها يا ابراهيم 40-50 ممكن اول 3 اسطر منها كده لو ده هيريحك. انا بشرح لها كل حاجه، بقول لها افتكري لي اي حاجه كويسه ما كانت بينا، وبفهمها ان انا مش قادر انساها لغايه دلوقتي، وان الحب اللي بينا ده ما كانش عباره عن وقت بس احنا كنا بنقضيه. ابراهيم بس عايز اقول لك على حاجه. ابراهيم في حاجه، ابراهيم في حاجه عندنا، يعني انا مش عايز اقول انك انت بتعاني من ده، بس في حاجه عندنا اسمها ضلال الحب. ضلال الحب ده يعني ان انا اعيش فتره طويله في تصور انه في علاقه بيني وبين شخص، او في مشاعر بيني وبين شخص، لدرجه ان كل حاجه في حياتي تقف لصالح الموضوع ده. انا اعتقد، انا طبعا ما اقدرش ان انا اجزم انه ده عندك يا ابراهيم، لكن انا اظن ان انت محتاج مساعده نفسيه، لانه كون علاقتك باصحابك تتغير او تتاثر، وانت شخصيا تتاثر، وحياتك تتاثر، وكل الكلام ده، دي حاجات فعلا محتاجه مساعده. الموضوع مش موضوع ان احنا نساعدك ازاي توصل للبنت ولا ما توصلهاش، الموضوع ان احنا نساعدك ان انت تعيش حياه طبيعيه، ان ترجع تاني تعيش حياه طبيعيه. فيعني انا اعتقد ان انا هكلمك بعد الحلقه ونتكلم ندردش مع بعض شويه وتشوف هو كاتبه على فيسبوك يا دكتور نبيل. شكرا يا ابراهيم. عايزين نرجع عندنا تليفون تاني معانا حد؟ في هند. اتفضلي يا مفيده. يا هند. ايوه ازيك يا هند؟ ازيك يا مفيده؟ انا كويسه الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا منى؟ الحمد لله. منورين والله. الله يخليكي. هند عندك كام سنه؟ اتفضلي. انا عندي 20 سنه ومتجوزه، كان عندي 18 سنه. وبعدين؟ تمام. كنت بحب جوزي، كان اول حد هو في حياتي كان جوزي، كنت بحبه لحد سنتين كده، وبطل الحب ده يزيد عندي. لا ايه لحد سنتين؟ وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد سنتين؟ الحب ما بقاش يزيد، ما بقتش احس بيه. اي بنتي يعني احبه بالحب. انت متجوزه من سنتين يا هند. في بيبي هي ده سامعين صوتها كمان. مش كده يا هند؟ ايه؟ انت متجوزه من سنتين؟ يعني بطلتي تحبي من ساعه ما اتجوزتي يا هند؟ لا قعدت معاه سنه، كنا كويسين وحلوين وكنت بحبه. وبعدين؟ السنه الثانيه لا، ما بقى الحب ما بقاش يزيد عندي، ما بقيتش احبه زي الاول. بعد ما الحياه خلفتي؟ بقت عاديه. بعد ما ولدتي؟
بعد ما ولدتي؟ ولا بسبب تصرفاته؟ لا، هو في تصرفاته برضو كان في مشاكل وكده، فانا حاسه نفسي ان انا خدت موقف منه، ما بقتش احبه زي الاول، ما احسش بيه. حتى بقينا بنزعل كتير. طيب ايه الحاجات اللي خلتك، يعني دكتور دايما يقول مثلا عدم الامان، الكذب، البخل، في حاجات كتير ممكن تخلي الواحده تقفل او رصيده يقل عندها. لا، انا مش بثق فيه. ليه؟ يعني مش بثق فيه، يعني مفيش امان برضه. بتاع ستات يعني؟ لا، مش بتاع ستات ولا اي حاجه، بس هو كان بيحب واحده قبل ما ياخدني، وانا كنت عارفه ان هو بيحبها. وبعدين هو كان بيروح المكان ده مش عنده صحابه. فانا كنت في الوقت ده انا كنت بشك فيه. ايام الخطوبه كنت بتشوفي ايه؟ لا، ايام الجواز بتشك فيه. وبعدين بس هي اتجوزت دلوقتي. طب وانت ليه ما بتثقيش فيه؟ طب الست اتجوزت دلوقتي، ايه مشكلتك؟ مش بثق. هو دايما بيقول لي انت شوفي نفسك، غيري من نفسك، انت وحشه، بس انا يعني انا حلوه. بيقول لك انت فاكره نفسك ست، صح؟ انت مش حلوه كده. انا الكلام ده بقى بيوجعني وهو بيقوله. يعني هو بيعايرك بيقارنك بيها يعني ولا ايه؟ لا، مش بيقارني بيعايرك؟ انت مش حلوه؟ بيقول لي لا، هو انا كشكل حلو وجميل، بس هو بيقول لي لا، غيري من نفسك، انت كده مش عاجباني. كلام من ده كتير. طب انا عايز افهم، يمكن بعد ما وده من قبل يعني من ساعه الجواز ولا بعد ولا مؤخرا؟ لا، هو ايام الجواز كان كويس، ده متاخر بعد كان في مشاكل حصلت وكده، وبعدين المشاكل دي حصلت ونبقى كويسين يعني مع بعض وكل حاجه، بس يعني هو جوزك عنده كام سنه؟ جوزي عنده 23 سنه. صغير. في حاجه مهمه هي قالتها يعني دلوقتي، هل هو بيقارن؟ يعني دايما ايه حكايه ان هو كان بيحب واحده وما زال متعلق بيها لحد الخطوبه؟ ده عامل لك قلق لما بيقول لك غيري من نفسك؟ بتحسي ان بيقارن بينك وبينها؟ لا، مش بحس بكده، بس يعني لما بنزعل مع بعض بحس ان هو بيفتكرها. انتوا عارفين ايه مشكلتي في الموضوع بتاعك ده؟ الموضوع ده بيفكرني بالحلقه اللي احنا عملناها واللي انتوا زعلتوا مني فيها، لما اتفقنا ان احنا مفيش جواز قبل سن ال 25 لما نبقى مكتملين وناضجين وعندنا شغلنا وحياتنا. وان يكون الدكتور نبيل قال حاجه كلكم قعدتوا تقولوا مفيده انت ازاي تكلمي الضيفه كده وهي صغيره لسه ما كملتش ثانويه عامه؟ هو ده المشكله اللي بتحصل، انت صغيره مش شرط تكون ده المشكله. الحياه عندها تجارب كتيره جدا قدامكم وانتوا الاثنين بتتخانقوا في اي كلام. خليكي معانا يا هند. صح، ممكن يكون ده مفيده، وممكن دكتور نبيل كنت قلت كمان انا لو مش الجواز اولوياتي انا ما اتجوزش. طبعا يعني سواء الست او الراجل. بس احنا مش فاهمين قوي يعني هل مش هي مشكلة لا هنا بالظبط، هل هي فعلا مش واخده بالها من نفسها وهو بيشتكي ان هي مش واخده بالها منه، ولا هل هو بيدور فيها على حد تاني؟ احنا مش قادرين قوي نمسك. سالتها بعد الولاده وممكن هي مشاعرها اتغيرت بعد الولاده. في ستات كتير هي غارت عشان موضوع جوزها والظاهر ما عرفتش ان هو انه يرضيها مع اصراره الدائم في ان هو يقول لها انت مش حلوه، انت عايزه تتغيري، انت مش فاكره نفسك ست. عبت منه لدرجه انها وصلت انها مش طايقاه. والست بتبقى حساسه بعد الولاده يا دكتور. في بيبي لخمها جسمها اتغير. بتتغير الست بتتغير بعد الولاده ومحتاجين صبر. ايه بقى؟ هي محتاجه تعمل ايه في الحل زي ده؟ لو اصل احنا مش عارفين طبيعه المشكله. لو هي مش واخده بالها من نفسها تاخد بالها من نفسها. لو هو بيفكر في حد تاني وهي متضايقه من ده تفتح معاه الكلام وتقول له انا متضايقه من الكلام ده ومتضايقه من طريقه الكلام معايا وده تعبني ومخليني ما اقعدش احبك. ايوه سامعانا؟ اتفضلي يا هند. لو سمحت عايزه اسال الدكتور، بس هو الحب من ناحيته قال لي ليه من عندي؟ من عندك هي انت؟ دي المشكله. ما بدات احتمال بصي احتمال علشان بعد الولاده في ستات كتير مشاعرهم بتتغير تجاه الحب. احتمال يكون عشان ايه؟ عشان هو ما بيديكيش مشاعر كفايه، فانت ما عندكيش طموح او ما عندكيش دافعيه من جواكي ان انت تبقي حلوه وتبقي منوره وتبقي مزهزهه عشان ما عدتيش بتحبيه. احتمال لانك شكاكه ولانك كابته مشاعرك فانت مش عارفه تتواصلي معاه. يعني في عده احتمالات. انا نفسي ان هي يا دكتور اقترح عليها حاجه، ما تقولش انا بطلت احبه. الكيس مندانه نفسه تشوف هي مشكلته ايه وتحاول تصلحها. بالظبط، تتكلم معاه. ويا هند تتكلم معاه بشكل واضح. الحوار هند، هو انت اتخنتي بعد الخلفه حبيبتي؟ لا. لا، ما
طب انت سؤالك هنا، انت عايزه تعرفي هو ليه بطل يحبك مش زي الاول؟ هي ليه بطلت تحبه؟ لا لا هي انا بطلت احبه زي الاول ليه؟ هي انا ليه انت اللي بتحبيه ولا هو اللي يحبك؟ هي ليه بطلت عشان الكلمات اللي بيقولها لها هي اللي لا، واحتمال بعد الولاده يا جماعه، احتمال بعد الولاده، لا والقسوه في الكلمه البيبي والقسوه طبعا. الدكتور بيقترح ان يبقى في حوار واضح. ايه اللي بيضايقك مني يا حبيبي؟ ايه اللي بيزعلك؟ ايه اللي مخليك تقولي كلام زي ده؟ اقفي عند كل كلمه وحلليها، يعني تلاقي مفتاحه اكيد. شكرا يا هند جدا. اتفضلي. انا عايزه اعرف، بس هو كان اول حب في حياتي، انا ما حبيتش قبل كده حد. ده جميل جدا. بس عايزه الحب اللي الناس بتعيشه اللي بتتكلم عليه. لا يا حبيبتي مش موجود، بتاع المسلسل التركي اللي مكسر الدنيا ده. لا يا اختي ليه؟ ما هم بيحبوا بعض، واخدين بعض الحب. نمي الحب ده. منى في مسلسل اليومين دول تركي صح؟ طب وايه يعني مكسر الدنيا؟ لا، نوعيه الحب اللي انت بتتكلمي عليه ده في المسلسل فقط. والهندي كمان دخل في الموضوع. لا المسلسل مكسر الدنيا، غير طبيعي غير طبيعي، ما تصدقيش الكلام. عايز بس هي عندها سؤال مهم عايز اتفضلي يا هند. يا هند بصي يا هند، ايوه اتفضلي يا دكتور. الفكره انه الحب اللي احنا بنحس بيه قبل الجواز غير الحب اللي احنا بنحس بيه بعد الجواز. المشاعر وتأججها وكذا بتهدى جدا بعد الجواز، تاخد شكل تاني. اللي احنا بندور عليه بعد الجواز مش الحب بتاع قبل الجواز، لا، الاحساس بالاطمئنان، الاحساس بالعشره، الاحساس بالخوف على بالسكينه، بالخوف على الشريك. هو ده اللي احنا بندور عليه بعد الجواز، مش الشوق الفظيع اللي مقطع الدنيا اللي احنا بنحس بيه قبل الجواز، مش البصه اللي مش عارفه ايه. فلازم بس ناخد بالنا انه بعد الجواز المشاعر بتبقى اكتر اتساعا واقل حده. يعني لو انا بشرح كده، والحب يعني بياخد اشكال تانية في طبعًا بيبي كمان طبعًا في بيت طبعًا. تحاول بالراحه وبالحوار تعمل عندنا فاصل نرجع نواصل حوارنا تاني. انا مش قادره احب تاني ليه؟ انا معقد، انا عايز حلول بعد الفاصل. ورجعنا نواصل حوارنا. هل ممكن انا احب تاني واحب من جديد، ولا انا كده معقد؟ وكنا قبل الفصل كلنا بنقول ان المسلسلات يا دكتور اللي فيها سقف رومانسيه عالي قوي خلى الناس مش عارفه بتدور على ده ولا ايه. غير طبيعي والله. خطر. ايه رايك؟ خطر اثر الدراما دي على الناس. انا شايف ان هي خطر ومؤذيه طبعا خطر ومؤذيه. وشايف انه التين ايجرز المفروض انه يبقى فيه مراجعه للمسلسلات ديت. يعني مش عايز اقول زي الافلام الجنسيه اللي المفروض يعني لانها نفس ولكن قوه هي شديده الخطوره لانها بتدخل الناس، مش بس كده، لانها بتعيش البنات والولاد في مشاعر متأججة جدا وغير حقيقيه جدا، فبتخلي العلاقه بالاخر علاقه فولس، علاقه مزيفه. فدي تجاره اصلا، يعني مش المفروض. لا عارفه دكتور كمان يعني الصوره بتاعتها ايه؟ بتبقى انت دايما مستني انك تتعامل كده وعايز الشكل ده. صح مصطفى ولا انا غلطان؟ يعني انت كصحفي برضو ليك دور في المواضيع دي. بتحس ان الشباب بيتاثروا بالافلام بالمسلسلات، ولما تبقى جرعه الحب والحنيه والدلع والفلوس والخروج كبيره، بنات بيتهبلوا. لا، هي الفكره كلها ان احنا عندنا في المجتمع الشباب بالذات السن الصغير سن سنه وهو بدا يكبر بيتاثر باي حاجه بيشوفها في التلفزيون، سواء كانت افلام بلطجه او رومانسيه او ايا كان بيشوفها لان ده بيبقى راجع لدور غياب الى حد ما شويه دور المدرسه، غياب دور الاسره، فبيبقى الشاب طالع والبنت طالعه ما فيش قدامها غير التلفزيون، فبتقتنع ان هو ده الواقع. لما بتيجي تواجه ده في الواقع الكلام ده كله ما بيبقاش موجود. هو ده الواقع ولا ده الرجل الشرقي؟ لا، ده الراجل الشرقي والواقع اللي احنا عايشين فيه. هي بتقول لك الشرقي. ما انا بقول لحضرتك هو ده الراجل الشرقي وده الواقع اللي احنا عايشين فيه. بس في ناس يعني اكيد الرومانسيه موجوده والراجل الشرقي عنده رومانسيه موجوده. ردي عليا يا نورا. بس في حاجات عنده رومانسيه موجوده، بس في حاجات بتحول بينه وبين ايه هي رومانسيه بعد اذنك؟ ايوه عايزه اعرف. عايزاها في علاقه ولا عايزاها في جواز؟ علاقه او جواز. ايه هي رومانسيه؟ هي رومانسيه انا دلوقتي ما خصصتش علاقه، انا بقول لك ايه رومانسيه، معنى ايه هو الحب، مفهومك عن الحب ايه؟ ده يعني انا بالنسبه لي انا لو هتساليني الحب ده اسمى حاجه في الوجود. حلو ده جدا، معاني ادبيه اكتبوا يا باشا بالورقه والقلم، ما تقوليش اسمى. انا بتكلم عن شخصي والله مش اكتر، يعني انا بتكلم عن شخصي. الحب ده حاجه كده يعني
انا ما اعتقدش ان هم لا يعني قدروا يوصفوا او يطلعوا كلمه توصفها. لا اعملي حركات، بتشتغل مثلا يقول لي مواقف، يعني بتحب واحده تقدر وانت بتشتغل تاخد بريك وتكلمها مكالمه لطيفه. هي دي بقى ده الظروف اللي احنا عايشين بيها في مصر شويه، ان احنا البنت عايزه الواد يكلمها 24 ساعه. لا مش 24 ساعه او 6 ساعات بالليل بعد ما يروح من الشغل تعبان وخلصان فيقعد يكلمها بالليل. لا مش هي بتبقى الطرفين، يعني هو العطاء هي بتبقى لا والله ده بجد انا تجارب شخصيه والله يا مصطفى الحقيقه اللي انت بتتكلم عليه ده ممكن يكون في مراحل سنيه معينه. طب مصطفى محمود عن البنات اللي في ثانوي وفي الجامعه عايزين الولد طول النهار والمقياس بتاع الجامعه وبنات الثانوي دول مش برضو انا ما زلت بقول مش لخامه جواز بالظبط، دول لسه صغننين مراهقين صغيرين. هو طالع في اسره كل حاجه في حياته خلص جامعه عشان تتجوز، خلص جامعه واتجوزي. انا عايزاكي تخشي كليه عاليه علشان تجيبي دكتور معين، عايزاكي تتجوزي دكتور، عايزاكي تتجوزي مهندس. ما ردتش ايه هو الحب، يعني ايه هو قدرتك على العطاء مع الاخر؟ لا دي بتختلف من شخص لاخر طبعا. طب نسمع مصطفى قدرتك على العطاء. مصطفى بيقول لك فرصه، انت زنقتيه كده شويه، ما تديله فرصه الراجل يعبر عن نفسه بيحب ازاي. يعبر اوكي تمام. ايه السؤال طيب معلش؟ ايه هو الرومانسيه بالنسبه لك؟ طيب هي الرومانسيه دي بتختلف من شخص لاخر. في شخص رومانسيته انت بالنسبه لك يا مصطفى بيقدر يخلي البنت سعيده. هقول لحضرتك يعني هو ممكن يخلي البنت سعيده. شوف ايه اللي بيبسط حبيبته ده، يعني ان انت تخلي الطرف الاخر من العلاقه ده سعيد، ده في حد ذاته قمه الرومانسيه. اجاوبك سواء كانت بهدايا، بمفاجآت، بورد، بشوكولاته، بكلام رومانسي، باهتمام، بمسؤوليه، بكل حاجه. الامان، فكره الامان عند البنت ان هي تكون حاسه بامان مع الشخص اللي قدامها ده اكتر حاجه ممكن البنت تخليها معجبه بالشخص ده وتحبه. دي اهم حاجه. الاجابه اقنعتك طيب ولا لا؟ الكلام ما هو ما فيش اسهل من الكلام. ولكن ما انا بكلمك عن شخص، انا ما بكلمكيش عن كل الشباب، انا بكلمك عن شخص. تمام. عشان كده الواحد بيعاني شويه في الموضوع ده. مصطفى بيختلف، بيقول لك انت بتقول انا مش البنت عايزاني اكلمها طول الوقت، فبيقول لك لا من الطرفين مهم ان الطرفين يشتغلوا على الحب. من الطرفين مهم. يعني انا مثلا شخصيا لو مثلا البنت اللي انا مرتبط بيها بتكلمني مثلا جابت لي هديه في عيد ميلادي، افتكرت مناسبه معينه، انا غصب عني يعني تلقائيا خلاص هبقى عارف ان البنت دي فعلا لا هي فعلا بتحبني. المفروض يعني زي ما بيقولوا اخلي عندي شويه دم، لا واروح اهديها هديه، اخرجها مثلا خروجه هي بتحبها، اعمل لها اي حاجه هي بتحبها، احاول ان انا ابسطها. طب انا معاكي هاله يا مفيده. قبل ما اخد هاله يا دكتور. معاكي. هو احنا الرومانسيه دي بتبقى موجوده عندنا عند كل واحد بنفس النسبه؟ لا. ولا ومن بلد لبلد ومن كالتشر لكالتشر مختلف؟ طبعا وتربيه. طبعا. طب احنا فهمنا في وقتك، مش هناخد تليفون خلاص، نعتذر للاسف للتليفون. ثقافتنا المصريه الرومانسيه عندنا ليه صعبه قوي كده؟ علشان ما بنتعلمهاش. عشان احنا كمجتمع ما بنتعلمش ده في المدارس، ولا بنتعلمه في البيوت، ولا بنتعلمه ببابا وماما. مفيش حد بيشوف بابا وماما وهم بيحبوا بعض الا قليل زي ما مصطفى قال ونوران قالوا نادرا بيتربوا جدا على الاغاني البابا وماما بيتكسفوا لما يتكلموا قدام بعض كلام مع بعض كلام حب قدام الولاد. فالولاد ما بيتعلموش الحب طبيعي. بالشكل الطبيعي. صحيح. بيتعلموه على الافلام، في الافلام وفي المسلسلات، ما بيتعلموهوش في الواقع. المدارس ما بيتعلمهمش، بالعكس بيتمنع، بيبقى في فصل بين الولاد والبنات. اذا الرومانسيه لازم نتعلمها علشان تطلع جيل يعرف يحب ويستحمل لما فبنعيش 10 20 30 سنه مستنيين هوبا الاحساس. بس في مشكله يا دكتور، ان اغلبيتنا بنعيش حاجه لاخر حاجه. يعني اغلبيتنا بنعيش في ناس كتير جدا ما بيبقوش عارفين يتعرفوا على رغباتهم اصلا. صح. يعني انا ممكن ما ابقاش انا عارف انا عايز ايه، فتايه. وخصوصا لو صغير في السن بدا 16 ولا كده زي امير. هي مشكله ثقافه ان انا اتعرف على متطلباتي انا ايه، ازاي اتعرف وابني علاقه وادور على الحاجه اللي تنفع متطلبات. ده بنى الشخصيه بقى من بدري قوي. معانا هاله رجعت تاني وهناخد تليفون اخر تليفون. مساء الخير يا هاله. مساء النور. اتفضلي. الحمد لله تمام. انا مشكلتي انا كنت مخطوبه، قعدت فتره سنه ونص مخطوبه. انا كنت بحبه جدا، كنت شايفاه كل حياتي بمعنى اصح. فجأة حصلت مشكلة، مش يعني ما تعتبرش مشكلة اصلا. سيبنا الموضوع كبر لحد ما احنا سيبنا بعض. انا بعد الحب اللي انا اديتهوله، بعد العشره الطويله ما بيننا، احنا قعدنا قبل ما نتخطب برضه فتره، فحاسه ان انا يعني اتصدمت. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 26 سنه. 26 ما شاء الله، مش صغيره. فخرجت من الموضوع مش عارفه انساه، دايما بفتكره. الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه الكلام ده؟
بقاله قد ايه الكلام ده؟ انا داخله اهو في تقريبا شهر ونص يعني. شهر ونص بدري قوي يعني. طيب خلينا نحاول نحل لها مشكلتها، بس ناخد معانا عماد. حاضر يا هاله، بس معانا اخر تليفون عماد عشان هو بقاله كتير برضه. عماد اتفضل. مساء الخير. مساء الفل. سريعا يا عماد. انا كام سنه؟ لا سريعا بسرعه. سريعا لا وبرضه عندك كام سنه؟ سريعا انا لسه سايبها من 3 ساعات. سايبها من 3 ساعات؟ يا خبر. عندك كام سنه وعرفته بعد قد ايه؟ عندي 21 سنه. عارفها بقالي سنه ونص. سنه وشويه. ودي اول حب؟ لا تاني. لا طبعا 21 سنه. لا هو انا مثلا مش داخل اتكلم على تجربتي الشخصيه، لا هو انا جاي اتكلم على العموم، يعني الحب في جيلنا بالذات. احنا بقى عندنا مشكله ان الحب في جيلنا غير جيلكم، يعني انتوا لما بتتكلموا شويه بتتكلموا عن جيلكم. اشرح. احنا جيلنا مختلف شويه في انه كل حاجه معناها قلت. زي ما امير قال كل حاجه معناها قل. بالظبط، يعني كلمه بحبك بقت سهله قوي، يعني ممكن واحد يقولها 3 4 مرات في اليوم ل4 اشخاص مختلفين. كلمه وحشتيني بقت بتتقال مجامله. ده ليه؟ لان بقى في كذب في المشاعر. هو مش بقى في كذب، هو كمان كل حاجه قلت. السوشيال ميديا غيرت كتير قوي في الحياه البشريه. الشات ده غير كتير قوي في الحب، يعني ما بقتش اسمه زي الفاست فود كده لما انتوا بتتكلموا، لكن احنا في حياتنا كل حاجه قلت. العلاقات بقت كتير قوي، غير يعني كل يوم بشوف ناس اكتر، كل يوم بشوف ناس اكتر، كل يوم المفروض لما بحب خلاص انا في شخصيه انا بحبها وبتاع، بس احنا بقى الموضوع عندنا اصعب بكتير. حياتنا ما بقتش سهله قوي زي ما كان زمان، بقى احب اروح اجيب ورد ومش عارف ايه لا دلوقتي الموضوع بقى اصعب شويه. لا انتوا بتجيبوا من الاخر. طب مشكله مهمه فتحها عماد، طبعا محتاجه حلقه ازاي احنا ايه اللي اتغير فينا وايه اللي اتغير في المجتمع، في الشباب الجديد، في الجيل الجديد، بس الوقت اللي عماد قاله احنا محتاجين نعمل عليه حلقه. طبعا ان ولادنا ما بيعرفوش يحبوا وما بيستمتعوش الحب الحقيقي، يعني اللي هم بيتفرجوه في المسلسلات هم مستحيل يعرفوا يطبقوه في الحقيقه. طيب الكلام ده صح ولا لا؟ مهمه جدا ان معناها قل. دي جمله شديده. خلينا نعمل لها حلقه يا دكتور نبيل. شرفتنا ونورتنا، ضيوفنا شرفتونا ونورتونا. وبعد الفاصل ومطبخ الستات اتفضلوا معانا.